وعلى المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي كما كتشوفوه معنا، هو على المباشر انفعال ديال احد المواطنين. نعم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، هو على المباشر هنا تدخل ووساطه حراسه امنيه. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وكما كتشاهدوا معنا تدخل ديال عناصر الدرك الملكي الان في هذه الاثناء هذه. نعم مشاهدينا العائله ديال الضحيه ما صبروش. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا، هو على المباشر وتدخل ديال عناصر الدرك الملكي في هذه الاثناء. نعم دائما هو على المباشر. نعم في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعاده ديال تمثيل الجريمه اللي وقعات في مدينه او في النواحي ديال مدينه تازه، اللي راح الضحيه ديالها واحد الشاب مقتبل العمر كان كيشتغل مدينه الدار البيضاء. من بعد العوده ديالو باش يشوف الوالدين ديالو مول الامانه دا امانته، ولكن ما ماتش موته عاديه، صفاوها ليه 3 ديال الشبان. خليكم معنا غادي نشوفوا واحد المشهد اللي صراحة أي واحد غادي يلاحظ أنه العائلة ديال هاد الشاب بقى فيهم ولدهم بزاف، والكبدة راها غالية، ما قدروش يتحكموا في الأنفاس ديالهم، والجريمة غادا تعاد قدامهم. كون خلاهم المخزن والله تكون خداو الحق ديالهم بيدهم، ما كانوش يتردوا ولو لحظة بوجود المخزن. ومع ذلك أي واحد كيبغي يمشي عند المجرمين ويضربوا ويتعدى عليه. لولا الجندارم ورجال الدرك الملكي وقفوا واحد الوقفه ديال رجال ديال السلطه اللي محنكين، كنا غادي نشوفوا واحد المشهد اللي مزاره يرتلاها. هذا الشيء وقع في النواحي ديال مدينه تازه. نشوفوا هذا المشهد ونكملوا هذا الفيديو. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كيف ما كتشوفوا الاخوان، شوفوا كيفاش هذيك الحرقه اللي عند العائله هذه، كيفاش محروق تجاه الكبده ديالهم، يعني بقى فيهم ولدهم. شوف الاخت الثاني كيفاش كدير، يعني صراحه واحد المنظر اللي اي واحد يبقى فيه الحال من اتجاه ديال هذا الشاب هذا. شوف العائله مسكينه، يعني واحد الحرقه واحد الله يصبرهم. والله الا صراحه واحد الموقف اللي هو صعيب، يعني باش تشوف خوك يعني قتلوه وجايين يمثلوا الجريمه حدا داركم، يعني راه صعيب باش تحكم في النفس ديالك والله. يعني كون خلاوهم يعني والله تكون خداو لهم حقهم، بعدا كون بردوا يعني الكيه اللي عندهم داخل قلبهم. موقف صعيب والله، باش كتشوف يعني قدامك داك الشخص اللي صفاها لخوك كتقول غير نصفيها ليه، ولا بغيت انا نمشي لبلاصتو للحبس ماشي مشكل، يعني تبرد ليا غير النار اللي شاعله فيا. شوف مساكن يعني كيفاش الحرقه والغيره ديالهم، احساس صعيب والله. شوف يعني صراحه صعيب باش دير اعاده تمثيل الجريمه، والعائله ديال الضحيه مازال متاثرين والجرح مازال جديد، وما قدروش يتحكموا في الانفاس ديالهم ولا يصبروا. الكبده صعيبه والله، صراحه موقف صعيب. وعلى حساب الروايه اللي تداولات واللي قالتها الام ديالو، قالت بلي انه هاد الشاب هذا كان ما عليه ما به، مريح هو الاب ديالو ومريحين مجموعين. واحد اللحظه قال ليه الاب ديالو نمشيو نتفرجوا في الماتش، قال ليه يلا نتفرجوا في الماتش، وكل واحد واين طريق مشى باش يتفرج في الماتش. ولكن من بعد ما عرفوش شنو وقع، واش مشى تفرج مع الوالد ديالو ولا تلاقاو من بعد الله اعلم. قالت ليك الحاجه الوحيده اللي عرفنا هو انه من بعد ديك 10 د الليل اولا 11 د الليل، قالت ليك تجا عندنا شي واحد كيدوق وكيقول لك راه ولدك راه كيعيط في الواد كيغوج. قال لك مني خرجت البنت ديالي انها توصل للمكان ديال الجريمه كتلقى خوها غارق دمايات، والام ديالو حتى هي مني مشات لقاتو غارق دمايات وطايح في داك الواد. ومنين كتقلب اي بلاصه بحكم انه بالليل هادشي وقع، اي بلاصه كتلقاها ملطخه بالدماء، وكتعاود وكتقول لك انه السبب ديال هاد الجريمه هادي هو انه هاد الدري حداهم واحد الجنان،
وداك جنان مع الليل الدراري كيجيبوا البنات، وهو هاد الدري ما بغاش والديه والعائله ديالو انه يشوفوا هاد المناظر اللي هي خايبه، ويكونوا هاد الناس تيجيو حداهم وكيمارسوا الرذيله. حاول انه يجري على شي دري كان هو شي بنج، ولكن هذاك الدري ما رضاش قدام البنج، ومشى جاب الدراري جوج ديال الدراري صحابو ورجع ليه. من يرجع هاد الشاب ما على بالوش بيه، ما كانش دار بيه الحساب انه غادي يرجع وغادي يصفيها ليه. هاد السيد منين رجع هو معاه واحد السكين، مع هاد السكين اللحظه اللي ضربو واحد اللحظه، وهذاك السيد منين مازال فيه الحرقه ديال الضربه كيعيط لخوه باش يجيب الشاقور، كيعيط ليه وكينادي. وهذاك السيد اللي هاز السكين، هذاك الدري اللي ضربو، كلما كيسمع واش جيب الشاقور جيب الشاقور، كلما تيزيد يطعنو. ضربو جوج طعنات في الفخذ ديالو بواحد السكين. من بعد هرب وعطى الجنوي ديالو لواحد صديق ديالو وقال لي هادي ارميها ولا تلفها ولا دير بها شي حاجه، المهم ما تبانش هاد الجنوي. وكل واحد فيه هرب. هذه هي الروايه اللي عاودات الام ديالو. ولكن هاد السيد قبل ما يلفظ الانفاس ديالو غير وصلت لعندو الاخت ديالو، قال ليها شكون اللي ضربو وقال ليها الاسماء ديالهم. هاد الشيء علاش كان من السهل انه يشدوهم في اقرب وقت، لانهم معروفين. صراحه هاد الشيء كيدور في الخاطر. راه كتشوف بزاف ديال المناظر اللي هي بزاف ديال الدراري كيكونوا مع والدين ديالهم، كيكونوا في الدار، كيكونوا كيتفرجوا مع عليهم ما بيهم، ولكن واحد اللحظه كيدوزوا واحد الناس وكيبقاو يخسروا الهضره، اولا كيحاولوا انه يسكروا حداهم، اولا يديروا شي مشاكل اللي هي ما غادينش يعجبوا واحد الناس اللي اسار محافظه يديروه قدامهم. وكاين شي واحد مسكين عنده الحرقه وكيبغي يخرج يواجه هاد الناس، ولكن الوالدين ديالو كيقولوا له لا ولدي غير بعد من الصداع، غير صبر، انت مرضي، السخط رضا لا خرجتي عندهم. صراحه بزز منك غادي توقف. وهذا الشيء ولا كيخلع. يعني واحد الانسان يدير قدامك واحد الفعل اللي هو خايب وتبغي تقاومه يحاول يصفيها ليك، راه صراحه صعيبه وبزاف. وهاد الدري مسكين مولف ما كيعمرش في الدوار ديالهم، كيخدم على والدين ديالو في كازا. جا غيدوز لي واحد العطله وشوف شنو وقع عليه، ما دوش حتى مده طويله. هادشي صراحه كيدور بالخاطر. والله كنتمنى من المسؤولين بحال هاد النوع هذا يطبقوا عليهم اقصى العقوبات، ويكونوا واحد المثال يحتذى به. اي واحد يشوفهم ياخذ العبره، حيت ماشي بالساهل انه واحد السيد حاول انه يقول لك اخويا بعد من حدا الدار ديالنا الله يرحم ليك الوالدين، راه عندي والديه وعندي خوتي، راه ما نبغيهمش يشوفوا هاد المناظر، حاول تحترمني وحاول تاخذ واحد النظره اللي هي زوينه، ما تحاولش انه تجي تصفيها لي لحقاش انا ربما على حساب النظره ديالك جريت عليك اولا قمعتك اولا ما عرفتش كيفاش نتصرف معاك. راه هو ربما نقدر انه نتعامل معك واحد المعامله اللي هي خايبه، ولكن راه انت حط راسك بلاصتي انا ودير راسك بلاصتي، راه انت مع الوالدين ديالك وغادي تشوف داك المناظر ما غاديش تبغيها صراحه. وفي الاول وفي الاخير كنقول الله يرحم هذا الشاب هذا والله يوسع عليه ويجعله من اهل الجنه. هادشي اللي غادي نقدر نقول.